السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على القناة. النهاردة هنتكلم على منح لدراسة اللغة الألمانية، مش في بلدك ولكن في ألمانيا. وزي ما قلت لكم دايما بنفتح المواقع بتاعة المنح ديت وبنخش نشوف بالظبط ازاي نقدر نقدم عليهم، وهسيب لكم كذلك اللينكات في الوصف بتاعة الفيديو دوت. فخلينا يلا نبدأ بأول منحة معانا. أول حاجة وهي منح الداد، وطبعا دي اليونيفرسيتي سمر كورسز، ودي بتكون من 3 ل 4 أسابيع هنا في ألمانيا، وكذلك بيغطي ليك مصاريف سفرك بالكامل، يعني بيديك تذكرة الطيران وبيديك تقريبا 1000 يورو في الشهر. طبعا 1000 يورو دول تقدر انت توفر بيهم اقامه لنفسك، تقدر انت تاكل وتشرب بيهم في خلال الفتره اللي انت هتكون موجود فيها هنا في المانيا. ايه بقى المتطلبات بتاعه المنحه ديت؟ اول حاجه انك تكون في سنه تانية جامعه، يعني تكون اوريدي خلصت سنه اولى جامعه وفي سنه تانية جامعه، وتكون لسه طالب في جامعه. يعني لو انت اوريدي خلصت جامعه مش هينفع تقدم على المنحه دي، فمن اول السنه التانية لحد اخر سنه ليك في الجامعه تقدر تقدم على المنحه بتاعه الداد. كمان حاجه من الشروط اللي هم حاطينها وهي شرط اللغه، فهم طالبين انك يكون معاك على الاقل A2 في اللغه الالمانيه. طيب لو انا مش معايا A2 في اللغه الالمانيه، هم حاطين شرط كمان بسيط كده، لو انت يعني عندك الخطاب الحافز بتاعك قوي جدا يقدر ان هو يعمل لك استثناء وياخدك بالاي 1 لو انت لسه بتدرس الاي 2 وما طلعتش الشهاده بتاعته على الميعاد بتاع التقديم. لكن خلي بالك احنا دلوقتي في السمر سيمستر، او يعني في دلوقتي الفتره بتاعه الصيف في المانيا، فبالتالي محتاج ان انت تقدم قبل الميعاد اللي احنا بنتكلم فيه دوت. فدي كده اول منحه، وخلينا دلوقتي نفتح اللابتوب ونبص عليها ونرجع تاني اقول لكم المنحه الثانيه. طبعا الداد غني عن التعريف، فده بتخش على اللينك اللي هسيبه لكم في الديسكربشن، وهتيجي هنا تقرا الاوبجيكتيف. هتلاقي الغرض منه ان هو يعمق الناس في تعلم اللغه الالمانيه، سواء كانت جنرال او سواء كانت تكنيكال. ومين يقدر يقدم؟ كل الطلبه اللي هم لسه ما اتخرجوش، كذلك اللي هم لازم يكونوا على الاقل خلصوا 2 academic years by the time of the scholarship. يعني معنى كده تكون خلصت على الاقل سنه اولى، عشان خاطر السنه الثانيه دي تبقى هي على ما تقدم وتتقبل تكون خلصتها as well. ومين اللي هيبقى فاندد؟ قلنا هيبقى فاندد. اهم حاجه بالنسبه لنا هو الموقع ده، فهنتك عليه كده هيبدا يفتح لنا اللينك دوت. هنيجي هنا نختار شبراخ كورس اللي هو كورسات اللغه. حلو. وبعدين نعمل سيرش، فهيبدا يظهر لنا اي حاجه جنبها كلمه شتبندن معناها منحه. يعني لو جينا نشوف حتى هنا الترجمه بتاعتها معناها سكولارشيب، فاي حاجه فيها الكلمه دي جنبها يبقى معناها منحه. يعني هو اصلا رسوم البرنامج ده بتبقى 770 يورو، بس انت ما بتدفعهوش. وطبعا هتلاقي هنا في برامج كتير، في حاجات فيها منح وحاجات ما فيهاش منح، فطبعا بيظهر لك دايما الحاجات بتاعت المنح الاول. فلو دخلنا مثلا على الجامعه دي يقول لك والله احنا الجامعه بتاعتنا بتدرس من اول A2، يبقى انت على الاقل يكون معاك A1 زي ما قلت لك، وعندك مواعيد للتقديم تقدر انت تخش فيها من هذه اللينكات. تاني منحه معانا وهي منحه جوتا انستيتيوت، ودي بتكون في كل الدول العالم اللي عندها محل او مقر جوتا في بلدهم، يقدروا اللي هم يروحوا يسالوهم على المنحه دي. المنحه دي ما بتكونش مموله بالكامل، بتكون مموله جزئيا. يعني ايه؟ يعني بيشيل جزء من تكلفه الكورس عليك، وكمان ممكن يوفر لك اقامه، لكن مش بيديك مرتب شهري او بيوفر لك تذاكر طيران. وعلشان تعرف تفاصيل المنحه دي هنفتح دلوقتي الموقع بتاع جوتا ونبدا ندور فيه سوا. تاني حاجه وهي جوتا زي ما قلت لكم ده مثال للبرامج اللي هو بيعملها. طبعا زي ما قلت لكم لازم تبعتوا للجوتا تعرفوا منهم ايه البرامج اللي هو بيعمله. انا ما اعرفش كل دوله فيها ايه، بس لو جينا على الدوله بتاعت مصر هتلاقي فيه برنامج كان معمول اوريدي خلصان، يعني اسمه يو فور جوبز. وده كان برنامج عباره عن بين الجي اي زد وبين جوتا، عن طريق اللي هو يدربك انك تشتغل في سوق العمل، وكان بيحتاج منك ان انت يبقى معاك بي 1 في اللغه الالمانيه. ثالث منحه معانا وهي منحه كوندوار اردوان شتيفتونج، ودي المشهوره عامه بكا اس، ودي منحه موجوده حتى لطلبه الماجستير، لكن احنا هنتكلم على الجزء الخاص باللغه بس منها. لان المنحه دي حتى لو انت بتقدم على ماجستير وعندك مثلا محتاج انك تاخد كورس تحضيري في اللغه الالمانيه، فهم بيقدروا ان هم يتكفلوا بالمبلغ بتاع الكورس التحضيري دوت. وكذلك لو انت اصلا عاوز تدرس بس الماني، ممكن تبعت لهم بيعملوا لك استثناء وتخش بدراسه اللغه الالمانيه. طب ايه هي بقى متطلبات هذه المنحه؟ متطلباتها ان انت تكون واحد من المتميزين دراسيا، يعني تكون من الاوائل على الفصل بتاعك او الجامعه بتاعتك او تقدر تكون من الاوائل اللي متميز دراسيا. تاني حاجه ان يكون ليك كذلك نشاط اجتماعي وسياسي، الجزء ده مهم جدا، انك تكون اوريدي عندك اراء سياسيه، وانك تكون اوريدي ناشط اجتماعيا، عندك انشطه طلابيه بتعملها وحاجات خيريه بتعملها. وتالت حاجه ودي شرط هنا ما ينفعش، ما فيهوش استثناء، اللي هو يبقى معاك اللغه بتاعه A2 في اللغه الالمانيه. ليه؟ لان التقديم كله بالالماني والموقع كله بالالماني. فيلا نبص عليه بصه. تالت حاجه معانا وهي الكا اس، وده عباره عن منح زي ما انت قلت لكم مختلفه للطلبه. لو احنا خلينا الطلبه هنا، خلينا اول نغير اللغه، ممكن نخليها انجليزي. ده بالنسبه للطلبه نفسهم. الطلبه مش محتاج منك اكتر من ان انت يبقى عندك شويه يعني ايه
تشغيل ذكاء وتكون من المتفوقين وشويه فاليوز، وتكون ليك زي ما قلت لك جزء سياسي واجتماعي وكذلك شخصيتك. وطب انا بستفاد ايه؟ طبعا استفادات كبيره جدا على الحاجات اللي فوق دي، لكن انا اوديكم الفلوس هتاخد تقريبا 812 يورو شهريا، ودي تقدر تقدم عليها مجرد ما انت يجيلك بس مثلا اي برنامج دراسه هنا في المانيا. طيب ايه تاني ممكن نقدم عليه؟ ممكن نقدم كذلك على البرنامج بتاع الانترناشونال بقى، لو انا اوريدي مش طالب بس عاوز اجي هنا اعمل تبادل، ففي حاجه اسمها للانترناشونال ستودنتس، تقدر انت تيجي هنا، لكن هم للاسف خلوا البتاع بقى بي 2 دلوقتي، لسه واخد بالي. فلو جينا بصينا هنا هنلاقي اللي هم كذلك لازم يبقى عندك اكاديميك بيرفورمانس كويس، تكون عندك لغه بي 2، لكن ساعه التقديم خليني اقول لكم هنا في حته هنا برضو جميله، انك لازم تكون ساعه التقديم يكون معاك بي 1. انا مش فاكر هي فين بالظبط، بس هي كانت موجوده هنا انك ممكن لازم يبقى معاك بي 1 وانت بتقدم، يعني انت تقدم شهاده البي 1، وبعدين خلال ما انت على ما يجيلك القبول والكلام ده كله تبدا ان انت يعني تشتغل على البي 2. طبعا هنا بتبقى 992، ولو انت هتدرس هنا في المانيا دكتوراه بتبقى 1400. رابع حاجه وهي البرامج التبادل الطلابي الخاصه بالجامعه بتاعتك، وهي مثلا حاجات زي ايراسموس بلس. ايراسموس بلس مثلا كل جامعه في مصر حاليا عندها تعاقد مع الاتحاد الاوروبي، تقدر اللي هي تسفر عدد من الطلبه بشكل سنوي كل سنه. لو انت ما تعرفش المعلومه ديت روح للانترناشونال اوفيس اللي موجود في الجامعه بتاعتك واساله ايه هي برامج التبادل الطلابي الموجوده عندك. طيب لو انا دلوقتي رحت ولقيت ان في فعلا منحه موجوده لالمانيا، اقدر انا اقدم عليها، وساعتها هيبقى خلاص هو موجود في المانيا، هقدر انا امارس اللغه خلال هذا التبادل الطلابي. خامس واخر حاجه معانا في الفيديو دوت، وهو لو انت بقى اوريدي وصلت المانيا يا باشا وبتدرس بالانجليزي او بتشتغل بالانجليزي ومعكش اصلا الماني، يعني انت معاك دلوقتي A1 في اللغه الالمانيه او معكش اصلا الماني خالص، تقدر ان انت هنا في المانيا تاخد كورس مجاني تعلم اللغه الالمانيه، وهو ده كورس اسمه الانتجريشن كورس. الانتجريشن كورس بيتقدم من كذا جهه، من ضمنهم الفولكس هوخشوله او اللي هي الايه اللي هي الفولكس اللي هو الشعب، والهوخشوله اللي هي مدرسه الشعب يعني، او المكان اللي بتعلم فيه اللغات او المكان اللي فيه تدريس لغات اجنبيه يعني. فتقدر تروح لهم وهيقول لك بعد كده محتاجين منك ورقه زي اقرار كده، بتروح تجيبه من مكتب الاجانب ان انت تستحق فعلا انك تاخد هذه المنحه من الدوله. اللي بيدفع الفلوس والمصاريف بتاع الكورس دوت هو البنف. البنف ده هو الجهه اللي بتصرف او بتمول على الناس اللي هتعمل انتجريشن في المانيا. فتقدر انت دلوقتي تبعت لمكتب الاجانب بتاعك تساله هل انت مؤهل اصلا للموضوع دوت ولا لا، ولو بدات فيه بيبدا معاك من اول مستوى الاي 1 لحد مستوى البي 1، وبيبقى الموضوع بالكامل مجانا. في بعض الاحيان بتدفع نص المبلغ، وفي بعض الاحيان بتدفع المبلغ كامل، وفي الاخر لما تخلص البي 1 بيقوم جاي راجع لك نص المبلغ، فعلى حسب كل واحد والكيس بتاعته. اخر حاجه معانا وهي الفولكس هوخشوله، هتكتب بس VHS وبعدين كلمه انتجريشن كورس، هيظهر لك اللينك بتاع المدينه اللي جنبك او اقرب حاجه ليك، هتلاقي ده المعلومات بتاعتك. تعال نبص كده بالانجليزي سريعا عشان اديكم الحته اللي انا عاوز اوريها لكم، اللي هو مين له الحق اللي هو يشارك. له الحق الناس اللي هم من الاتحاد الاوروبي، اي حد من الاتحاد الاوروبي، الناس اللي هم اوريدي عندهم التزام من الدوله اللي هم ياخدوا الكورس دوت، كذلك الناس اللي عايشين في المانيا بقالهم فتره طويله ومحتاجين يحسنوا اللغه الالمانيه، وده الحاله اللي انا بقول لك عليها. لو انت اوريدي جيت المانيا ما عرفتش تتعلم الماني يبقى ممكن انت تاخد هذا الكورس يعني، وكذلك الناس اللي مقدمين لجوء، وكذلك اللي معاهم اقامات فيها السكشن دوت، وكذلك اللي معاهم القانون الجديد. فكل دول او حتى المان يعني ولدوا بره المانيا ولكن محتاجين هم يتعلموا اللغه، فكل دول زي ما قلت لكم يقدروا يقدموا على الجزء بتاع الانتجريشن كورس هنا جوه المانيا. وبكده اكون غطيت كل المنح اللي تخليك تدرس اللغه الالمانيه في المانيا هنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى في ختام الفيديو هو السحب بتاع الايربودز برو، اللي انا الابل ايربودز برو اللي انا اوريدي اتكلمت عليها في الفيديو بتاعي. احنا وصلنا 10000 مشترك، فاتمنى ان انتم ما تنسوش تشوفوا الفيديو دوت عشان تعرفوا الشروط بتاع المشاركه في المسابقه، وان شاء الله ممكن تكون من نصيبك السماعات، وهبعتها لكم وات ايفر انتوا فين يعني، حتى لو انتوا مش في المانيا او مش في مصر او في اي دوله عربيه انا هبعتها لكم وهتكفل بالمصاريف كلها. فما تنسوش ان انتوا تشوفوا الفيديو، حطوه تحت في الكومنتات، وسلام عليكم. المانيا لو انت لسه مهتم بحاجه زي كده اكتب لنا تحت في الثلاجه فيها ميه قال انا جعان.